السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معاكم كوزينة فاطمة ام نسرين. اليوم جبت لكم وصفة اللي هي محاجب بالفارينة. انا صراحة اول مرة غادي نسيهم معكم بالفارينة كيفاش يجوا، ونقول لكم الرأي تاعي فيهم. احنا موالفين نديروهم غير بالسميد، مي بالفارينة شفتهم كيفاش يجوا ساهلين، قلت نسيهم ونعطيكم الرأي تاعي. نمر على بركة الله إلى المقادير. نحتاج هنايا 2 كيسان تاع فرينة بهذا الكاس اللي عبرت به الماء. نحتاج قرصة قليلة تاع خمارة تاع خبز، والملح والماء دافي والليمون العجينة كما راكم تشوفوا. نقعد نلم فيها احسن ما تشكلنا، نعجنها عجنة خفيفة، يعني حوالي 5 دقائق فقط، ونلمها ونخليها ترتاح لمدة 10 دقائق. كما قلت تشوفوني نعجن فيها عجنة خفيفة، هذا مكان. كي تولي لي بهذا القوام صاي نحبس ونخليها تريح لمدة 10 دقائق، اي باش تعاوننا في الحل تاعها. هذا مكان. انايا بعد ما خليتها حوالي، صراحة انا خليتها 5 دقائق، ما كانش عندي الوقت. جيت قسمتها على 4 كويرات وبديت نشكل فيها. الحبة الأولى اللي وجدتها حليتها بمساعدة الزيت أكيد، وقعدت نحل فيها، ودرت الحشو اللي كنت وجدت عادي، حشو عادي شخشوخة. درت بصلة قليتها وضفت لها طماطيس وضفت لها الحار، وضفت لها شوية تاع هريسة، خاطر الحار اللي كنت ضفتها لها ماشي حار بزاف، وفلفل اسود وملح اكيد. قليتهم كي تقلاو غايه، جيت صفيتهم باش هذاك الزيت ما يغبنيش من بعده، وخليت الحشو تماما حتى اللي برد. كي برد عاد باه بديت نحشي به المحاجب تاعي. غادي ندير معكم 3 طرق تاع المحاجب، وباش هكا تضمنوا بلي الحبه ما تنحل لكمش. غادي هكا كما راكم تشوفوا، غادي نقسمهم على كويرات، والكويره الاولى اللي بديت بها هي اللي غادي نحلها. انا هي شوفوا كي غادي نحلها، كي ديري الزيت وتحلي هذا نحلك دقه ما تغبنكش. والمليح في هذا المحاجب تاع الفارينه انك ما تدلكيهمش وما فيهمش التعب بزاف. تاع السميد لا، تدلكيهم يا اما بيدك يا اما بالبيتخا، بصح فيهم التعب. غادي نحل الحبه كما راكم تشوفوا، ونبدأ نجبد على الجوانب في الأربعة، نبدأ نجبد فيهم ونثني جهة كما هكا، وندير الحشو، ونعاود نجيب الجهة اللي الفوق، ونعاود نجيب الجوانب اللي منا ومنا. تبقى لي هذه الطويلة هكا نخليها نديرها من تحت. المهم الفيديو راح يشرح نفسه، ان شاء الله تكونوا فهمتوا. غادي نزيد معكم الحبة الثانية اللي هو الشكل الثاني، اني نحلها ونطبق الجهة الثواني اللي منا ومنا، ونعاود نقسمها في الوسط بخدمي، ونديرها ونحلها، نعاود نحلها ونديرها على شكل زائد، ونحط الحشو في الوسط وندير عليها الجهتين كما راكم تشوفوا. انا بعد ما كملت الحبات كنت دايره معكم 2 تاع الطرق، ماشي 3. هي صراحه فيها 6 تاع الطرق، وانا خيرت لكم غير هادو اللي نجحوا معايا. وغادي ندير مقله تاع تيفان فوق النار ولا طاجين اللي محتاجه طيبي فيه. غندير فيه شويه تاع الزيت، ونبدا نحل في الحبة، بصح نحل غير الجوانب. ومن الأحسن أنك ما تعبصيش عليها في الوسط، تجبدي الجوانب كيما هكا كيما راني نجبد، وترفديها هكا تجيك
تجيك الحبة مساوية كاع وماشي مقطعة. كيما هكا كيما راكم تشوفوا، او بمساعدة اكيد الزيت. وغادي نديرها تتقلى. هنايا كي نشوفها تحمرت من تحت نجيب شويه تاع الزيت نرش عليها من الفوق، ونعاود نقلبها ونخليها تطيب. غادي نزيد معكم حبه ثانيه، شوفوا كيفاش. كما قلت لكم اكدوا لي على الجوانب، ما تعبزوش في الوسط، غير على الجوانب هكا باش ما تقطع لكمش وباش الحشو تاعكم ما يخرجش. وغادي نرفدها ونديرها طيب ثاني هي. وهنايا بعد ما كملت الحبات كامل، شوفوا كيفاش جاو طريين خفاف، ماشي خشان، و اكيد جاو بنان كيفهم كي المحاجب تاع السميد، يعني ذوق واحد وبنه واحده. غير تاع السميد مين فيه هذيك العفسه تاع الدليك وكاع، وهذه لا ما فيهاش تاع دليك. ان شاء الله تكون الفيديو تاع اليوم عجبكم. ما بقى لي غير نقولكم بسلامه وتهلاو في رواحكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وديروا النجام. يعني والله العظيم الواحد راه يتعب باش يدير هادو في المونتاج وكاع. ان شاء الله تقدروا هذا التعب. بسلامه وتهلاو في رواحكم. الى اللقاء.